داكشي ديال الحب والغرام ولافي زناف وداك التخربيقات راه كتشوفوهم غير في الافلام وكتسمعوهم في الاغاني، اما الواقع مختلف تماما وخاصكم تكونوا كتفكروا شي شويه بعقلكم. والا كان شي درس نقدروا نتعلموه من هاد القضيه هذه هي اختاروا صحابكم مزيان وما تثيقوش، ما عمركم ما تثيقوا. اختي نمشي لاسواغي نمشي مع راسي لاسواغي ما نشرب انا والو، الا ما خديتش شي حاجه من يدي لي السربه ما ندوقهاش، ما ناكلش عند الناس، ماشي غاديين وكتجغدوا غاديين وكتخشيو في فمكم وغاديين كتشربوا عند الناس. راه ما كايناش الثقه، راه العالم عامر بالوحوش، راه طيحوا في شي واحد بحال هكا يتكرفس عليكم وما ديو من عنده حتى شي حاجه. حداو راسكم بزاف بزاف بزاف، عافاكم. والصحاب الغدار الله يلقى لكم في هذا النهار. اي واحد كيغدر صاحبه ولا صاحبته انا بغيت ربي عمرو يسهل عليكم. عرفتوا شبعت دعاوي في هذا الفيديو وكنخرجهم من القلب، انا متاكده غيوصلوا. ما عمركم ما تعطيو تليفونكم لشي واحد، لا صحابات لا صحاب، لا عمرك ما تعطي لشي واحد تليفونك ويمشي بيه ما يبقاش قدامك. نيفر ايفر ايفر التليفون كيكونوا فيه شي حاجات اللي بيرسونيل اللي ما بغيو حتى شي واحد يشوفهم، لحظه عادي يصيفطهم ويوليو عنده، لا ميساج لا تصاور لا شي حاجات بيرسونيل. ما عمركم ما تخليو تليفونكم عند شي واحد. ديما الكود 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 اختي، حيت ما كتعرفيه شنو يقدر يدير فيه، يقدر ياخذ لك اي حاجه. داك التليفون كيكون بوكس في حياتنا كامله، كيلقى شي حوايج اللي انت ما كتبغيهمش يخرجوا. انا كنوصيكم وكنعاود نوصيكم، سي ايبر امبورطون. شحال من بنت حتى هي كتكون عارفه شي حاجه لصاحبتها وكتوصل لواحد الوقت كتقلب عليها وكتبقى تهددها. المهم هادو الناس اللي منحطين لهم، ولكن نتوما حميو راسكم باش ما تطيحوش في هاد الفخ اللي كيديروا هاد الناس. وحتى انا بغيت نوصل لكم واحد الميساج. شفتوا السبب علاش ديما كنقول لكم قرايتكم هي الاولى؟ شفتوا السبب علاش كنقول لكم ديروا لراسكم قيمه في المجتمع؟ الحياة كتقدر تدور على اي واحد، ونهار الله يحفظ تدور على واحد فيكم على الاقل يلقى جيبو واقف معاه، على الاقل الفلوس اللي كيربح من خدمته الشخصيه يحسوه بواحد الامان، انه يقدر يمشي الا كان كيتعذب، انه يقدر يقول لا للمعاناه، يقدر يقول لا للعنف والقله الاحترام. داكشي ديال الحب والغرام ولافي زناف وداك التخربيقات راه كتشوفوهم غير في الافلام وكتسمعوهم في الاغاني، اما الواقع مختلف تماما وخاصكم تكونوا كتفكروا شي شويه بعقلكم. الحب اللي يخليك انت اولا انت تنعسوا في الزنقه اولا يطيح عليكم الدل بحال هكا بناقص منه ما عندكم ما ديروا به. وبطبيعه الحال انا راه ماشي ماتيرياليست، انا اخر انسانه نقول لكم سيروا قلبوا على شي واحد لاباس عليه وعيشوا الحياه ولا هادي ولا هادي، ولكن على الاقل كون مع انسان اللي كيدير شي حاجه في حياته، اللي كيقلب على خدمه، اللي كيقرا ومن بعد غادي يخدم، اللي كيبني شي بروجي واخا يكون غير صغيور. انسان اللي عنده طموح اللي غيزيد بك القدام، ماشي اللي غيغرقك في حفره وينعسك حدا لوطوروت فوق الدص. لان داك الحب اللي بزاف ديال الناس كيضحيو عليه وكيبان لهم راه غيعيشوا الحياه وغيعيشوا الجنه مع داك الشخص، هو اللي كيتقلب عليهم وكيولي جهنم وكيشوطهم. حيت باش نهضروا في الواقع وبلا مسلسلات تركيه، فاش كيكون جيبك خاوي وكتبقى تقول ميمتي اش غنتعشاو اليوم، راه ما كيبقى عندك لا الوقت لا الكنا للحب. كان قلبك كيبغي شي واحد ولكن عقلك كيقول لك نو نو نو، ما نقدرش نعيش في هذه الحاله هذه، اهرب اولا هربي لانكم غادي تندموا. ما عمركم ما تسمحوا في قرايتكم على وديت شي راجل. قرايتك راه هي اللي كدير لك القيمه، راه واخا تكوني مجوجه بيلوت اولا مهندس، الا ما كنتيش انت دايره شي حاجه انت كريتي القيمه لراسك، ديما كتبقاي داك مرات فلان وحياتك كامله تبقاي تسنيه هو يعطيك اولا هو يشري ليك، راه ما يمكنش. راه كيف ما الرجال كيقولوا يكون عندي مستقبلي عاد نتزوج بمراه، حتى العيالات خاصهم يقولوا يكون عندي مستقبلي عاد نتزوج بالراجل، باش نهار كتفارقوا هو كيلقى علاش يرجع وانت كتلقى علاش ترجعي. ماشي هو عنده الصالير ديالو وعنده خدمته وانت كترجعي لدار باك وتبقاي تسمعي الهضره من اللي يسوى واللي ما يسواش.